السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ايه يا دكتور سبب سخونية الوش والودنين او الاذنين؟ ايه السبب بالظبط؟ سببها محتمل حاجة من أربعة. أول حاجة التعرض للحرارة، بمعنى إيه؟ واحد بيقعد مثلا بيتعرض للشمس بكمية كبيرة مثلا، خاصة في أوقات الذروة اللي هي بتبقى الشمس، أشعة الشمس فيها بتبقى مش كويسة، ممكن تعمل سرطانات. يعني دايما حتى الدكاترة تحذر إن إحنا إيه، نقعد في الفترة دي، لأن بتبقى إيه مثلا لو عايزين نقعد في الشمس عشان ناخد مثلا الفيتامين دي او فيتامين د اللي هو ايه بناخده من الشمس، المفروض ما يكونش في الاوقات اللي هي ايه وقت الظهيره ده، عشان الشمس وقتها بتسبب سرطانات. طيب لو بقعد مثلا، المهم عشان ما ادخلش في حاجات جانبيه، اقعد في الشمس مثلا فتره كبيره او في بيئات حاره نفس مثلا زي الصعيد في مصر، او زي مثلا السودان والمناطق اللي هي بتبقى في افريقيا مثلا، او حوالين العالم بتبقى حاره، دي برضو السبب ان هي ايه بترفع الحراره الجسم بشكل عام. طيب ايه تاني؟ برضو تاني حاجه ردود الافعال العاطفيه، بمعنى الغضب، الاحراج، مش عارف، لما يبقى واحد مثلا مكسوف انه يقول حاجه تبع الاحراج برضو، فده كله ده برضو من الحاجات اللي بتخلي ساعات ايه بترتفع حراره الوش والاذنين. طب ايه تاني؟ لو في عدوى بكتيريه او فيروسيه في الجسم تحت اي مرض من الامراض سببهم فيروس او بكتيريا، ده برضو من الاعراض انه بيكون في ارتفاع في درجه الحراره، وساعات بيكون معاه تورم وحاجات تانية. طيب ايه تاني ممكن برضو غير ده؟ حاجات بتبقى امراض جلديه بعد كده، زي حاجه اسمها حلف الجلد الورديه، ودي بتشمل احمرار وبتشمل تورم، ده ايه بيجيب معاه ارتفاع في درجات الحراره، طبعا في مناطق متفرقه من الجسم، بما يشمل في ذلك الودنين والوش. دي الحاجات اللي هي بترفع حراره الوجه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.